السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعي القناة في فيديو جديد معاكم. النهاردة هنتكلم فيه عن نوع من المنتجات اللي ما كناش بنتكلم عنها في القناة بتاعتنا، وهو مكوي الشعر. وأنا اخترت لكم مكوة اسمها اكسترا برو بتقنية النانو تيتانيوم. أولا هنتكلم عن الموديل اللي أنا اخترته في المكوة. الشركة عاملة 3 موديلات: موديل عريض بشاشة ديجيتال، وموديل رفيع من غير شاشة ديجيتال، وموديل بشاشة ديجيتال رفيع. طيب انا اخترت الموديل ابو شاشة ديجيتال الرفيع، واخترت من النوع دون المكوة السيراميك بتاعها او نقول البلاطة بتاعتها، بلاطة الفرد بتاعتها لونها ذهبي. وهنتكلم نقول اخترنا الاختيارات دي ليه، واخترنا المكوة نفسها ليه. اولا المكوة دي بتشتغل بتقنيه النانو تيتانيوم، وتقنيه النانو تيتانيوم دي بتساعد على ايه؟ بتساعد على تقليل الاحتكاك وتسهيل عمليه فرد الشعر وسرعتها، يعني فرد اسرع، فرد افضل، تمليس للشعر بدرجه عاليه جدا، لان السيراميكا ذات نفسها ناعمه زي ما هنشوف كده معانا. ده شكل المكوه بتاعتنا، زي ما هنشوف كده ده شكل المكوة بتاعتنا. نفتح كده هنلاقي السيراميكا بتاعتها فيها لمعة. اللمعة دي بتدي ان انت ما بتمسكش معاك في الشعراية مهما عليت درجة الحرارة بتاعة المكوة. اولا درجة حرارة المكوة بتوصل ل 230 درجة سيليزيون، ماشي. والسيليزي دي بتعادل من الفهرنهايت 450 درجة، وال 450 درجة دي أأمن درجة حرارة، أأمن ارتفاع في درجة الحرارة للمحافظة على الشعراية مع فردها. بتخلي الشعراية فردها أسهل، أنعم، وفي اللمعة. يعني المكوات التانية بتحتاج تستخدم معاها سيرم أو تستخدم معاها أي مادة علشان خاطر بتدي للشعراية لمعاية، ما تبقاش فردها مطفي او لون الشعرايه مطفي بعد الفرد. لا، دي تقنيه النانو تيتانيوم دي اسرع من السيراميك في الفرد، زائد انها بتحافظ على نسبه اللمعان اللي في الشعرايه. نجرب المكوه بتاعتنا كده. طيله بتروح منوره معايا الشاشه. عندي سهم زائد وسهم سالب. السهم الزائد ده بفضل ادوس عليه كده لحد ما اعلي، بتوصل لحد 230 درجه. ال 230 درجه سيليزيو بدوس دوسه طويله بتروح طافيه معايا. ال 230 درجه دي قلنا ان هي امن حاجه للشعر، بما يعادل مثلا في المكاوي الجولد 450 درجه. ليه بقى مش 470 ولا 490؟ لا، لان انا مش محتاج في المكوه دي لدرجه سخونه اعلى من ال 450 اللي هي الحد الامن، الحد الامن للمحافظه على صحه الشعرايه نفسها. السيراميكا لما بتسخن بتوصل درجه الحراره بتاعتها متساويه في السيراميكا كلها، سواء في اول السيراميكا او في نصها او في اخرها درجة الحرارة بتبقى واحدة. يعني معنى كده ان الخصلة اللي هاخدها افردها معايا بتبقى الخصلة كلها والشعر كله متساوي من اوله لاخره، ومن اول الفردة لاخرها في كل الشعر بتبقى درجة النعومة واحدة. فهي هتحتاج منك مجهود اقل من مكاوي السيراميك في فرد الشعر. ولو بتفرد ببروتين او انت احترافي، ده هيساعدك اكتر في ان الشعرايه توصل لدرجه النعومه واللمعان اللي انت محتاجها. طيب احنا عندنا النهارده بنقدم لك مكوه اكسترا برو نانو تيتانيوم الايطاليه الجولد، ومعاها سيرم، ازازه سيرم ايطالي هديه. يعني المكوه ايطالي والسيرم ايطالي، الاتنين سعرهم 1950 جنيه شامل التوصيل لأي مكان في جمهورية مصر العربية. نتمنى ان يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تشترك معنا في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم الحلاقة. السلام عليكم.